نقصه يهد عضلاتك وزيادته توقف قلبك. عارف ان نقص البوتاسيوم ممكن يعمل خفقان وتشنجات، وزيادته ممكن توصل لانها توقف القلب؟ وده معدن جسمك محتاجه اكتر من الكالسيوم والحديد مع بعض. سنة 1807 هنفري ديفي عزل البوتاسيوم من بوتاش باستخدام التحليل الكهربائي. كلمة بوتاش كانت بتستخدم لوصف رماد النباتات الغني بالبوتاسيوم، ومن ساعتها بقى بيلعب دور اساسي في الضغط والعضلات والمخ. انواعه كتير، منها البوتاسيوم كلورايد الاشهر وبيرفع المستوى في الدم، بوتاسيوم ستريت بيمنع حصوات الكلى، بوتاسيوم جلوكونيت خفيف على المعده، مكمل لازم تحت اشراف دكتور. فوائده: بينظم ضغط الدم، بيحافظ على انقباض العضلات، بيساعد في نقل الاشارات العصبيه، بيمنع حصوات الكلى يعني من القلب للبطن للبلازما نفسها. مصادره سبانخ، بطاطا، موز، افوكادو، عدس، فاصوليا، سلمون، تونه، لبن. نصيحه: اكلك يكون ملون وطبيعي. الجرعات: الرجاله 3400 مللي جرام، الستات 2600. نقصه يسبب تعب، امساك، تشنجات، ضغط عالي، خفقان، وممكن يحصل مع مضرات البول او الاسهال المزمن. الزياده خطيره جدا، تعمل خفقان، ضعف عضلي، تنميل وغثيان، وممكن توصل انها توقف القلب، خصوصا لو بتاخد مضرات موفره للبوتاسيوم او ايس انهبيتورز او مضادات التهاب زي الايبوبروفين. الخلاصه: البوتاسيوم مش بس موز، ده ميزان لجسمك كله. كل اكلك صح، ولو مكمل لازم دكتور. سيب لي تحت، تاخده طبيعي ولا بتاخده عن طريق مكمل؟ سلام.